زينب. ايه يا ماما؟ قفلي اختي الشبابيك عشان اختك. صح اختي. اواه. في ايه يا ماما؟ في ايه؟ مفيش حاجه يا بنتي، مفيش حاجه. مفيش حاجه ايه؟ انا سامعه صوت. انا سمعت صوت بره. في ايه؟ ده الظاهر عمك داوود جارنا الظاهر اتوفى. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا زينب ما كنا رحنا انا وانتي المشوار ده ورجعنا بسرعه، مفيش داعي تيجي معانا. يا ماما يعني عايزانا نعمل ايه؟ بس نعمل ايه؟ نسيبها هنا لوحدها؟ ما انت عارفه اللي فيها. شهيل يا احلام، عايزين نروح ونرجع قبل العشاء. انا جاهزه يا مصيبتي. ايه يا بنتي اللي انتي عاملاه في نفسك ده؟ هو احنا رايحين فرح ولا رايحين عزا؟ عايزه الناس تاكل وشنا؟ امشي خشي البسي حاجه سودا بسرعه. ليه يا ماما؟ شكلي وحش؟ ما انا شكلي زي الفل اهو. انا لبست حلو، لبسي وحش؟ لا يا حبيبتي، انت زي الفل وزي القمر ولبسك جميل، بس كل المشكله انه مش مناسب للظرف اللي احنا رايحينه، لازم تغيريه. لا مش هغير، ورحمه ابويا ما انا خارجه الا كده. ورحمه ابوكي ما انتي نازله لما تلبسي حاجه سودا. لا مش هغير. هو في ايه؟ مالي؟ خلاص يا زينب، احنا نروح، احنا سيبيها، بلاش تيجي معانا. لا هي عايزه تروحوا تسيبوني؟ انت هتروحي تسيبيني؟ خديني معاكي، خديني معاكي، انا عايزاك. طب يا احلام بس على شرط تسمعي كلامي. ما انا شكلي حلو، هو انا شكلي وحش؟ ما تاخديني معاكي. شكلك حلو يا قلب اختك، بس تعالي اسمعي كلامي ونغير هدومنا وناخدك معايا. طب انا اسمع كلامك وانت ما تسمعيش كلامي، انا هاجي معاكي. حاضر. كنت هتاخديني؟ طبعا. انا عايزه اخرج. حاضر. تخرجيني؟ ماشي، انا هاجي معاكي. ايوه خلاص، انا قلت لك لو سمعتي كلامي هناخدك معانا. ماشي، هتخرجيني؟ اه انا عايزه اخرج. حاضر. يلا يلا عشان نلبس. يلا اقعدي. ها، ايه رايك يا حبيبتي في ده؟ ده وحش قوي، مش عايزاه. ده حلو يا احلام، بصي والله حلو، شوفي. لا مش حلو، مش عاجبني.
احلام حبيبتي، احنا رايحين عزا مش فرح. يعني اللي انت لابساه ده لا يمكن ماما هترضى تاخدك معانا بيه. ليه ماله اللي انا لابسه؟ اللي انا لابسه حلو. انت طلعتيه ده وحش، مش عاجبني مش عاجبني. طب خلاص هجيب لك غيره. اظن ده بقى تحفه. ده مش بتاعي اصلا، ده بتاعك انت، انا مش هلبسه. بطلي عبط. طب وايه المشكله؟ ما احنا طول عمرنا بنلبس من بعض. يلا بقى هنتاخر، وانت شايفه ماما مزمزقه بره ازاي. يلا يا احلام. البقاء لله يا شدي حيلك. قولي لها البقاء لله. البقاء لله. البقاء لله. البقاء لله. تعالي يا احلام، تعالي يا بنتي. يلا مع ماما. وانت كمان. تعالي. البقاء لله. يلا حبيبتي تعالي. البقاء لله. البقاء لله. سعيد لا يعني انت سايبني عمال اجهز فستان الفرح والطرحه وانت قاعد في الخشبه دي؟ خلاص ماشي يا سعيد. استنى ماما يا جماعه، مش كده يا سعيد. ثانيه واحده يا سعيد. لا انت العريس يا بنتي. سعيد لابس ابيض يا حبيبي. اوعوا سيبوا ايدي يا حبيبي. يا سعيد انا مجهزه كل حاجه. ايه في ايه؟ سعيد يا سعيد. ايه رايك تعمل سعيد؟ ده عريسي ده. لا سيبوني يا سعيد. سيبوني. لو فاقت تديها المهدئ اللي انا كتبت لها عليه. ايه يا دكتور، طمنا الله يسترك. ما تقلقيش يا حاجه، ان شاء الله هتبقى كويسه طول ما هي تحت ملاحظتنا. هي عندها شويه هلاوس واكتئاب نتيجه الصدمه العصبيه اللي هي تعرضت لها. منهم لله اللي كانوا السبب، ربنا على الظالم. طيب يا دكتور، هي امتى تقدر تخف يعني وتخرج من هنا؟ لا ما اقدرش احدد وقت معين، بس خلينا مع بعض على تليفونات، واي تحسن او تطور في حالتها انتوا هتحسوا بيه قبل ما ابلغكم اصلا. أنا مستعدة لكل المصاريف، إن شاء الله حتى أبيع هدومي، بس بنتي ترجع زي ما كانت. تلاقيش يا حاجة، إن شاء الله خير. مش هتوصل للدرجة دي. عن إذنكم. شكرا يا دكتور. بس يا ماما اهدي بقى،
ربنا معاها يا ماما. يلا حبيبتي خدي شنطتك. اتفضلي يا حبيبتي. انت مين يا سعيد؟ انت مين؟ انت مين؟ انا فين؟ ايه اللي جابني هنا؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انت اللي جيتي هنا يا سعيد. امي فين؟ عايزة امي. فين زينب؟ فين زينب؟ زينب! يا زينب! زينب! يا زينب! يا زينب! يا زينب! ما تعيطيش ما تعيطيش. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ بس عايزه زينب ليه؟ خليكي هنا. خليكي هنا. لو خرجتي هزعل منك. انت صاحبتي. صباح الخير. صباح النور يا استاذ مصطفى، اتفضل. في ميعاد مع ثروت بيه. حاضر، حالا ابلغه. ايه ده؟ انت كنت بتعيطي ولا ايه؟ لا ابدا مفيش حاجه. عن اذنك اروح ابلغه. اتفضل حضرتك، هو في انتظارك. حاضر. بس انا مصر اعرف انت معيطه ليه؟ هو ثروت بيه هو اللي مضايقك؟ لا يا خبر، ثروت بيه ده طيب قوي، بيعملني احسن معامله. لا مش هو اللي مزعلني. طيب انا هدخل له دلوقتي. لما اخرج انا لازم اعرف بالتفصيل ايه اللي مضايقك. ان شاء الله. زينب، انسه زينب، انا بعتبر نفسي مش مجرد عميل في المصنع، بعتبر نفسي صديق. ولا ايه؟ طبعا طبعا. اتفضل حضرتك، ثروت بيه في انتظارك. اتفضل. بس انت ما تعيطيش. ازيك يا احلام دلوقتي؟ كويسه؟ ان شاء الله هتبقي كويسه. وانا وانتي كمان هتبقي كويسه. الدواء ده متقل لي دماغي، تعبني. معلش يا سعيد، معلش. مش انت اسمك سعيد؟ لا، أنا سعيدة. مش سعيدة. أنا سعيدة. ازاي؟ اهلا، ازيك؟ شكرا. أنا سعيدة. طب وأنت اسمك إيه بقى؟ اسمي ايه؟ طنط. هو انا اسمي ايه؟ دينا يا حبيبتي. طنط بتقول اسمي دينا يا حبيبتي. امال مين سعيد؟ أنا كنت سعيدة.
ومين سعيد؟ أنا كنت سعيدة. انت مجنونة على فكرة بقى، مش كده مجنونة، عشان انت كدابة أصلا. محدش كان سعيد. أنا وإيه اللي حصل؟ عريسها كان شاب زي الورد وكانوا بيحبوا بعض قوي. الله يرحمه بقى استشهد في أحداث ثورة يناير. هي ما استحملتش الصدمة، أصل فرحهم كان بعد الموضوع ده بأسبوع، وكانوا مجهزين بقى كل حاجة، الفستان والفرح وكل حاجة. اتسرقت فرحتها، اتسرقت فرحتها يا قلب أختها. أصلا أحلام أختي حساسة جدا بطبعها، طبعا انهارت تماما، وهي دلوقتي في مصحة نفسية. انا اسف، بس هي حالتها عامله ايه دلوقتي؟ الدكتور قال لكم ايه؟ هي مالها ألف بعد الشر؟ تعبانة شوية، اللي شافته أصله مش قليل. ايوه يعني الدكاتره قالوا ايه؟ تعبانه عندها ايه؟ الدكتور طمنه، بس هي أعصابها تعبانة. الشفا من عند ربنا. ربنا يلطف بعباده، وبندعي لها والنبي انا والحبايب. ربنا يخليكم وما تحرمش منكم، ولا تشوفوش حاجة وحشة أبدا في عيالكم. اصل الثوره دي حرقت قلوب ناس كتير قوي، منه لله اللي كان السبب. ربنا يشفيك يا أحلام يا بنتي. يا رب يا رب يا رب اشفيها، الشفا من عندك. بصي يا حبيبتي، انا عوزتي اي حاجه، انا رقبتي سداده. انا عارفه ان الحاجات الخاصه دي بتبقى حاجات غاليه قوي. كتر ألف خيرك، ما تحرمش منكم أبدا. أنا ما رضيتش أدخلها مستشفى حكومي، خفت لا تتبهدل. عندك حق والنبي يا حبيبتي، عندك حق يا اختي. يا رب يا رب ساعدنا واشفيها يا كل رب. مريض يا رب، يا رب كل مريض يا رب. بص يا زينب، انا راجل عملي، بعدين يعني عمال اجيب في عصير ويتشال، وجبنا قهوه وهتتشرب وهتتشال وهنشرب حاجه تانية. عايزين نتوج بقى الحاجات دي كلها انت فاهماني؟ لا يعني مش فاهمة قصدك ايه يعني. زينب، انا عايز اتجوزك. انت بتطلب ايدي يا مصطفى؟ بتطلب ايدي انا؟ طب ازاي؟ كده ازاي ايه يا زينب؟ هاجي لوالدتك واتقدمك رسمي. بس هو الكلام ده يفرح اي واحدة، بس انا مش زي اي بنت عادية، انا ليا ظروف خاصة.
ظروف خاصه ازاي يعني؟ لا لا، دماغك ما تروحش لبعيد، انا كويسه وسليمه وما عنديش اي مرض ولا اي حاجه. كل ما في الموضوع ان انا امي واختي مسؤولين مني. طب وماله؟ دي حاجه تكبرك في نظري اكتر، وانا اقف معاكي كمان وابقى باكنج ليكي واساندك. ربنا يخليك يا مصطفى، بس انا خايفه لحسن الظروف اللي انا فيها ديت يعني تصعب موضوع الجواز بتاعنا. بالعكس، صدقيني انا متمسك بيكي اكتر. ها بقى، ما تعطليش نفسك انت يا حبيبتي، اتجوزي افرحي وتهني بالبركه. دي اختك تفرح لك، وهي بكره باذن الله ربنا يشفيها وتيجي بالسلامه. واسافر ازاي يا ماما واسيب كل وحدكم؟ ولا حتى اجيب نفسي منين افرح واتجوز واختي تعبانه كده؟ الحياه يا زينب لازم تستمر، وكل واحده بتاخد نصيبها، وكفاياكي بقى رفض عرسان. طب والناس تقول عليا ايه؟ الناس تاكل وشي لما تعرف ان انا اتجوزت واختي تعبانه بالطريقه دي. ناس؟ هما كانوا نفعونا بايه الناس؟ مالكيش دعوه انت، اتجوزي يا بنتي افرحي، ربنا يتمم لك بخير. نفسي اطمن عليكي. يا سعيدة، يا بتش يا سعيدة، راحت فين البت دي؟ انت فين يا سعيدة؟ يا سعيدة، رحتي فين يا سعيدة؟ ايه ده؟ بس كنتش هتتبلي، كنتش هتتبلي. ايه بس لا يا سعيدة، لا مش كده. ليه مش كنا حلوين؟ لا يلا يا سعيد، لا معلش يلا بس حبيبتي، بس يا سعيدة. الله، ايه ده بقى؟ معلش ما بتاخدش الدواء يا حاجه، الممرضات غلبوا معاها. يعني ايه الكلام ده؟ ازاي؟ امال احنا جايبينها هنا ليه؟ مش جايبينها هنا عشان تتعالج؟ ما كنا خليناها تقعد معانا في البيت احسن. لا طبعا، حالتها ما تنفعش تتعالج في البيت، لان في خطوره على حياتها، ممكن تنتحر في اي وقت. هنا في رعايه وفي رقابه عليها، هنا امن.
انا مش عايزكم تقلقوا، الموضوع بس محتاج شويه صبر. ربنا كبير يا ابني. شرفت يا حاجه. خير خير ان شاء الله، ان شاء الله خير. يلا يا ماما. مش عارفه اقول لك ايه يا مصطفى. انت اكيد حاسس بيا. انا فعلا مش قادره اوصل لقرار. انا حاسس ومقدر كمان، بس اسمحي لي، الحياه لازم تستمر. انت استحاله هتضيعي حياتك عشان تقعدي جنب اختك. هي ان شاء الله ربنا هيشفيها وهتبقى كويسه، واحنا برضو هنتابعها. زينب، انا جالي شغل بره مصر، شغل هيغير لي حياتي، وعايزك تسافري معايا، عايزك مراتي. شغل بره مصر؟ هتسافر؟ طب هترجع امتى؟ معرفش، واحتمال مرجعش. بقولك شغلي كله هيبقى بره، وعايزك معايا مراتي. زينب، انا هسافر في خلال شهرين، عايز ردك ضروري. قول اي كلام، قول اي حاجه بقى. صباح الخير يا بابا، طلعت يا بابا. السيف القاطع. أنا هروح لسعيد. لا لا يا سعيدة، خليه هو اللي يجي هنا. انت مالك انت؟ أنا هروح لسعيد. هو سعيد ما ينفعش يجي هنا. أنا هروح له. لا يا سعيدة، لا يا سعيدة. سعيد
انا ماليش دعوه، انا بتفرج على المسلسل، انا ماليش دعوه. بس اسكتي. بص يا ابويا انا كمان، بص يا دينا، وانا كمان ابويا. انت شاطره شاطره، بتسمعي الكلام وبتاخدي الدواء. اي حاجه غلط هي تعملها تيجي تقولي لي على طول. هي حاولت تعمل. حاولت تعمل ايه؟ تعمل حمام، مش كده غلط؟ لا ده غلط في الاوضه. اي حاجه غلط تانية. انا ماليش دعوه، ماليش دعوه. خلاص اسكتي، عارف. اتفرجي. وانت راجع من الحجاز يا حاج. انا عايزه اروح لسعيد، انا عايزه اروح لسعيد. سيبوني. ها يا احلام، حاسه بايه دلوقتي؟ جاوبيني يا احلام، حاسه بايه؟ مش حاسه بحاجه. طيب انت عرفتي ان اختك زينب اتجوزت؟ تمام. طيب حسيتي بايه لما عرفتي؟ ما حسيتش بحاجه. طيب انت لسه بتشوفي سعيد؟ لا. تمام تمام. يعني انت دلوقتي حاسه ان انت احسن من الاول، مش كده؟ معرفش. أنا عايزة أرجع الأوضة. طيب يا أحلام، اتفضلي اتفضلي. ايه يا دكتور؟ زي ما سمعت منها يا حاجة، بطلت تشوف سعيد، بطلت تعمل أي تصرف عدواني ضد نفسها، وده في حد ذاته تحسن كبير في حالتها. يعني ممكن تخرج امتى؟ لا مش دلوقتي خالص، لازم تكمل كورس العلاج اللي بدأته. أي تسرع بخصوص خروجها ممكن يخليها ترجع تنتكس أكتر من الأول. أنا بقول كده بس عشان المصاريف. لا إلا المصاريف، حضرتك دي مصحة خاصة، ربنا عالم بتكاليفها. يعني أنا والدكاترة شركاتي في المشروع ده مانعين أي استثناءات حتى لقرايبنا. والله لو في مشكلة بالنسبة للمصاريف حضرتك ممكن تنقليها العباسية. لا عباسية لا يا دكتور،
لا، خليها هنا، وربنا معاها. ربنا معاك ويقدرني. أحلام، أنا همشي دلوقتي يا حبيبتي. فوتلك العافية. الدكتور قال لي هتبقي كويسة، والمرة الجاية إن شاء الله هنروح سوا. بس أنا عايزاكي بقى تاكلي كويس وتنامي عشان تخفي وتبقي حلوة. ها؟ يلا، لا إله إلا الله. محمد رسول الله. يا حبيبتي، أشوفك على خير. ماما باي. يا اهلا وسهلا يا ام احلام. أهلا بيك يا أخويا. أنا مش هعطلك، هما كلمتين وهمشي على طول. ما تقوليش كده يا اختي، ده انت صاحبة بيت. أنا كنت عايزة أقول لك بس إن أنا اضطريت أبيع المكتبة اللي كانت فاتحة البيت وبناكل من وراها عيش عشان أدفع مصاريف المصحة بتاعت أحلام. حتى زينب يا كبد أمها معرفتش أشورها. العريس قام بكل حاجة. لما يا حبيبتي بقت قدامه رقبتها قد السمسمة. استغفر الله العظيم. ورحمة اخويا يا ام احلام، انا محتكم على اي قرش زيادة. انت عارفة انا راجل تاجر ومصاريني كلها في السوق. عموما ربنا يسهل، انا هحاول ادبر لك اي مبلغ. ما تقلقيش يا اختي. اشربي الشاي يا اختي، اشربي. معلش. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كده ملك يا حاج، ملك يا حاج. شايف يا اخوانا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا دكتور حرام، طب نصبر عليها شويه، لو راحت هناك هتتبهدل زي ما انت عارف. وبعدين انت قلت ان هي قربت تخف. حبيبتي أنا ده مش ملجأ أيتام، دي مصحة خاصة. لو أنت متعاطفة معاها وهي صعبانة عليكي ادفعي لها مصاريفها وحق إقامتها من مرتبك. يا دكتور انا مش قصدي، انا قصدي يعني نصبر عليها شويه عشان اهلها على قد حالهم زي ما انت عارف. مفيش، بصي أنا بكره في حياتي كلمة استثناء. بقالها 3 شهور محدش جه زارها ولا حد من عيلتها دفع لها أي حاجة، يعني أنا مش غاوي بهدلها من غير سبب، أهلها هم اللي غاويين يبهدلوها. اوكي يا دكتور، ميرسي جدا، عن اذنك. اتفضلي. إيه ده؟
استثناء ونيله وقرف. اهو هنطرده اهو، ده كمان. يعني ايه؟ اختي فين؟ من فضلك ما تعليش صوتك، انت مصحه محترمه. مصحة محترمة؟ يا دكتور يا محترم، هي المصحة المحترمة بترمي المرضى في الشارع؟ اولا احنا ما رميناش حد في الشارع، اختك خلاص خفت وخلصت كورس العلاج بتاعها. انتوا بقى اللي ما كنتوش بتسالوا عنها، نعمل فيها ايه؟ نخللها؟ تخللها؟ والنبي مش مكسوف من نفسك؟ ايه ده؟ كل ده عشان الفلوس؟ يا اخي ملعون ابو الفلوس اللي تخليكوا ترموا بنات الناس في الشارع. اسمع، انا مش هتنقل من هنا الا لما تكتب لي تقرير بخط ايدك ان اختي خفت وبقت زي الفل. اتفضلي اقعدي. طيب اتفضلي. وادي يا ستي التقرير بتاعنا احنا كمان اهو، بس من فضلك هتمضي لي على التعهد ده. حاضر، بس انا عايزه اطمن، يعني حالتها اتحسنت؟ جت على العلاج يعني؟ احلام كويسه وزي الفل، حتى اساليها انت مش كويسه احلام؟ اه كويسه الحمد لله. الحمد لله يا دكتور، انا همضي لك على التعهد، بس يعني لو في ادويه اجيبها ولا ادويه تتابع بيها يعني. هتمشي على الادويه بتاعتها، واي تطور في حالتها تتابعيني على طول. حاضر يا دكتور، ادي التعهد. وحشتيني يا قلب اختك، وحشتيني. طب يلا قومي بسرعه، يلا قومي وديني عند دينا. اوديك عند مين؟ عند دينا. ليه يا احلام؟ وانا ما وحشتكيش؟ ده انا جايه لك من اخر الدنيا. لا دينا كانت بتعيط وانا ماشيه، انا مش هينفع اسيب دينا، انت هتيجي توديني دلوقتي لدينا. يلا يا حبيبتي، انا وانت هاخدك دلوقتي واوديكي بيتنا. دينا مين اللي هوديكي عندها يا احلام؟ لا انت روحي بيتنا، انت روحي عند ماما. دينا ما عندهاش ماما، انت روحي لماما ووديني عند دينا. يلا يا احلام. خشي. تعالي يا احلام، تعالي تعالي يا حبيبتي، نورتي بيتك.
فيكي ايه؟ بتدوري على ايه يا احلام؟ بتدوري على ايه يا حبيبتي؟ فين امي؟ امي فين؟ امي فين؟ ماما. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ام احمد؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي. ازيك يا كوكو؟ عامله ايه؟ وحشتيني. ازي حضرتك؟ ايه؟ نونو عامل ايه؟ مجنني. ازيك؟ وحشتيني. انت كمان عامله ايه؟ اتفضلي. وحشتوني. عاملين ايه؟ الحمد لله. انت ازاي صحتك يا حبيبتي؟ وعاملين ايه؟ الحمد عامله ايه؟ لله. امال فين احلام؟ عايزين نطمن عليها، هي كويسه دلوقتي؟ الحمد لله زي الفل. الحمد لله. يعني علاء رجع لها خلاص؟ تشربوا ايه بقى؟ لا وانا احنا لسه جايين من البيت. لا ازاي؟ لا هو انتوا غرب، ده البيت بيتكم. طب ايه رايكم اعمل لكم دور شاي؟ تسلم ايدك. ماشي دور شاي. ماما انا مش عايزه اخرج بره، انا مش عايزه اخرج. ليه بس يا احلام؟ دول جيراننا يا حبيبتي جايين يطمنوا عليكي. مش عايزه اخرج. عشان خاطري هتخرجي تسلمي عليهم وانا جنبك ومش هسيبك، ماشي؟ يلا يا حبيبتي يلا يا احلام، الناس بره. تعالي ما تخافيش، تعالي. تسلم ايديك. اتفضلي. اهلا 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 يا احلام. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. عامله ايه؟ يا حبيبتي امك كان نفسها تشوفك قوي وانت عروسه. الشاي يا جماعه، اتفضلوا اشربي الشاي. احسن ماشي برضه. طيب. اشربي يا ميرفت. الو. ايوه يا مصطفى. الحمد لله انا كويسه. انت عامل ايه؟ تمام. الشغل عامل ايه؟ معقول يا مصطفى انت عايزني اسيب احلام في الحاله دي وارجع لك اليومين دول؟ ايه مجنونه ايه؟ ايه مجنونه ايه؟ ايه مجنونه ايه؟ ايه مجنونه لا اصل انت مش عارف حالتها اتاخرت ازاي. بتقول ايه؟ طب استنى، انا عندي فكره. انت اعمل لها دعوه من عندك، خلص الاجراءات كلها وانا اجيبها معايا وانا راجعه. يا ماما. ماما. ثانيه واحده يا مصطفى، ثانيه واحده. يا ماما. ماما. يا ماما. 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 جرى ايه يا واد يا صايع منك ليه؟ واقفين بتتفرجوا على ايه؟ هي ناقصاكم منكم لله غوروا. ماما. 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 ماما الحقيني الحقيني يا ماما. الحقيني يا ماما. 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 ماما.
اشربي الليمون يا أحلام. اشربي يا بابا، اشربي. عارفة يا أحلام، أنا هاخدك ونسافر خلاص. عاد هنا خالص. أنا قلت لمصطفى وقلت له يبعتلك دعوة معايا. هنسافر سوا يا أحلام، هنسافر سوا، مش هنرجع هنا تاني خالص. مش هنرجع. مصطفى عايزني أسافر أولاد هناك. أصل إحنا مستقبلنا هناك يا أحلام، مستقبلنا هناك. بس أنا مقدرش أسيبك يا قلب أختك، مقدرش أسيبك، لازم أخدك معايا، لازم أخدك معايا يا أحلام. أحلام يا لولو، أحلام أحلام راحت فين دي؟ هادي الغيبة. ألو، رجعت لكم؟ انا كمان بردانه قوي. لسه بردانة؟ لسه بردانة؟ طب تيجي ندخل جوه؟ ايوه ندخل جوه. ندخل جوه؟ يلا استني هي ايدك. متخافيش هنا، ما تستنيش. شكرا. أحلام يا قلب اختك، يا قلب اختك. يلا حبيبتي انا جايه اخدك، يلا بينا. لا، تاخديني معاكي فين؟ مش هاجي معاكي. انا عايزه افضل هنا، عايزه افضل مع دينا حبيبتي صاحبتي. دي دينا. هفضل مع دينا. لا يا زينب، لا لا لا، مش هخرج. انا عايزه افضل هنا، انا هنا مرتاحه. مش عايزه اخرج، مش عايزه اخرج للناس اللي بره. هفضل هنا يا زينب، انا هفضل هنا. دكتور خلاص، هي اختارت، هي اللي مش عايزه تخرج للناس اللي بره خلاص. لا سيبها هنا بس. كل شهر ان شاء الله هبعت لحضرتك المصاريف بتاعت المستشفى بحوالة بنكية. بالنسبه للحوالات البنكيه انا يعني بقلق منها شويه لانها ساعات بتتاخر، فخلينا متفقين ان مع كل تاخير هيبقى عليه غرامه. اوكي؟
يا سعيدة يا سعيدة يا بنت حميدة يا سعيدة يا بنت حميدة. من فضلكم ما حدش يصور دلوقتي، من فضلكم. من فضلكم يا اخوان الكاميرات دي منها. هناخد الكاميرات بس حضرتك اتفضلي اتفضلي. يلا يا حبيبتي قومي يا نجاة. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله. قومي يا حبيبتي. قومي قومي هدومك ونروح دلوقتي. منكم لله منكم لله تفرحوا فضايح الناس. اوعوا. كاميرات لو سمحت. تعالي. كاميرا لو سمحتي. ألف سلامة. الله يسلمك يا اسطى. مش انت برضه لا مؤاخذة يعني مش تطفل ولا حاجة يعني. أنسة حياة نجاة. بس واحد صاحبي امبارح رفع لي فيديو على الفيسبوك. فيديو ايه مديح؟ يعني ما تاخذنيش يعني. فيديو ايه؟ جرى ايه يا اسطى؟ ما تبص لطريقك بقى. اهدي حبيبتي اهدي. والله الواحد مش عارف يقول لك ايه بصراحة يعني. بس يعني انت ايه اللي نزلك في يوم زي ده يعني؟ سمع بيقول ايه؟ بيقول ان ليه فيديو على النت يا مديح. اهدي حبيبتي. جرى ايه يا اسطى؟ انت هتسحب علينا؟ والله اللي فينا مكفينا ما ناقصين وانت شايف حالتها. ما تبص لطريقك الله لا يسيئك بقى، حرام عليك. انا يعني ما اقصدش اي اساءة ولا حاجة لا سمح الله ومش تطفل يعني. انا عندي برضه ولاية زيكم، بس لا يمكن ابدا اسمح لهم ينزلوا في وقت متاخر زي ده. لازم البنت تتسال رايحه فين جايه منين عملتي ايه سويتي ايه. انا لا مؤاخذه راجل حاكم اهل بيتي كويس قوي. طب قصر يا اسطى، احنا بقى مش مستحملين كلام كتير وفينا اللي مكفينا. بص لطريقك الله لا يسيئك. فضلنا بقى انا ونسرين نسقف لها جامد ونقول زوزو زوزو. ماما 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 ردي عليا يا ماما. ماما 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 حد يلحقني يا ناس. ماما استر يا رب استر يا رب استرها معانا يا رب استرها معانا يا رب يا رب. احنا ولا ايه؟ سمية سمية يا سمية الحقيني يا سمية. خير يا نجاة في ايه؟ معلش ماما جات لها غيبوبة السكر واحنا لوحدينا. هروح اشوف الدكتور عشان بواب مش هينام فيكي. طب يا حبيبتي ما تقلقيش، والله لو جوزي كان موجود كنت صحيت. طب ادخلي خليكي معايا خليكي معايا لحد ما اجيب الدكتور. استرها معانا يا رب. ربنا يصبركم على ما بلاكم. لا اله الا الله لا اله الا الله. ربنا يسترها معاكي. ربنا يصبرك على ما بلاكي. خدي بالك منها محدش ضامن. خد شكرا. خلي بالك منها. الله يخليك. ما عادش الله فيه يستر امان. طريقك يا ما عادش شيخ. فيه امان في الدنيا.
لا اله الا الله، ربنا يسترها على ولايانا يا رب. لا اله الا الله. ازيك يا نجاة؟ ازيك يا بنتي؟ انا لو كنت معاكي كنت كلتهم بسناني، منهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. اي خدمه تاني يا ست الكل؟ كتر خيرك يا عم عبده، اتكل انت. لا حول ولا قوه الا بالله. اسفه يا ماما، سامحيني يا ماما، سامحيني يا ماما، انا اسفه يا ماما، سامحيني. انتي لو كنت خرجتي بخاطرك انا كنت غلطتك، بس انا السبب، انا السبب يا ضنايا. ما تقوليش كده، ما تقوليش كده يا ماما، سامحيني يا ماما، سامحيني يا رب يا رب. ما تفتحش الباب يا مديحة، ما تفتحش الباب، مش عايزة أشوف حد يا ماما، مش عايزة أشوف حد. كلهم هيجوا هنا عشان يتفرجوا عليا واحدة ورا التانية ويقطعوا فيا. مش عايزة أشوف حد، مش عايزة أشوف حد. خديها جوه يا مديحة. عشان خاطر يا ماما. يا نور عايزة. أبوسيني كده، مش عايزة أشوف حد. مش عايزة. ماما ما تفتحيش الباب يا ماما، أبوسيني كده، ما تفتحيش الباب يا ماما. الحمد لله على سلامة نجاة يا طنط. والله كنت عايزة أروح لها المستشفى، بس أنت عارفة بقى العيال. اللي هي فين؟ هي رجعت تعبانة ودخلت تريح شوية، لما تصحى هقول لها انك جيتي. لا خليها براحتها، بصراحة الله يكون في عونها من اللي حصل لها. بس نايمة ازاي؟ أنا لسه سامعاها. هي تعبانة ومريحة. مع السلامة، كتر خيرك يا بنتي، كتر خيرك. يا رب سترك يا رب. يا رب أنا مستاهلش كل ده، يا رب. ليه يا مديحة؟ ليه أنا بالذات يعملوا معايا كده؟ شفتي الناس في الشارع كلهم كانوا بيبصوا عليا ازاي؟ كل الناس عرفتني خلاص، أنا فضحتي ما بتكلمش. أنا حاسة إن أنا بحلم. طب طالما أنا كنت عاجباهم قوي كده، طب ليه مفيش واحد فيهم جه يتقدم لي يتجوزني؟ بدل ما أنا قاعدة عانس كده يا رب. ما تقوليش على نفسك كده، انت اكتر واحده عارفه انت رفضتي عرسان كتير قد ايه. وبعدين يا حبيبتي العيال اللي عملوا كده منهم لله، دول عيال صيع لا ينفعوا في جواز ولا في نيله. طب بصي لي كويس، انا شكلي في حاجه غلط باين عليا، يعني ان انا ليا في كده. ده انا حتى محجبه وبلبس واسع وبمشي ببص في الارض، يعني الحق عليا ان نزلت عشان خاطر امي، كنت سامعه تموت. حبيبتي اهدي نجاة، انا عايزاكي تنسي كل اللي حصل ده خالص. انا عارفه انه صعب وهياخد منك وقت، بس انت قدها وقدود. عارفه ليه؟ عشان انت ما تستاهليش كده. اجمدي يا نجاة، ربنا بيحبك وهيقف جنبك وهتعدي من الظروف دي. هتشوفي كل حاجه ان شاء الله هتبقى كويسه. كويسه ازاي؟
خلاص ضعت خلاص ضعت. ما تقوليش كده، ده انت ست البنات كلهم، وربنا ان شاء الله شايل لك الاحسن. بكره تشوفي وهتقولي مديحه قالت لي. انا عندي فكره، انت تقومي دلوقتي بقى تاخدي دش، وانا هروح المطبخ اعمل لك اكل عجب عشان انت على لحم بطنك من الصبح، ماشي؟ يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب يا طنط ينفع كده يعني؟ إحنا اللي لازم نقوي نجاة، مش نزعلها بزيادة. وبعدين إن شاء الله الأزمة دي هتعدي على خير، وهي هتبقى زي الفل. إن شاء الله يا حبيبتي يا رب. بصي يا طنط، أنا بصراحة بفكر إن إحنا نخلي نجاة ترجع شغلها تاني. ترجع شغلها في الظروف دي؟ وإيه المشكلة؟ هي مش هتفضل مستخبيه في طول عمرها، ما هي لازم هتواجه الناس. وبصراحه بقى هي ما عملتش حاجه غلط. طنط نجاة دي اختي، انا هقف جنبها وعمري ما هتخلى عنها ابدا. ربنا يكرمك يا بنتي يا رب يا رب. بكره افكرك ان شاء الله هنمر من الازمه دي على كل خير يا رب. هي فين؟ صلاح فين بنتك المفضوحه الموكوسه اللي جرستنا؟ اسكت، ما تقولش كده على اختك. اسكت. ولا انا اسكت؟ الناس هتسكت ازاي؟ هقول ايه لعيلة ابويا في المنيا؟ ما قمتيش تاخدي دش ليه زي ما اتفقنا؟ انت عارفه انا رجعت لك ليه؟ عشان اسالك تاكلي ايه؟ نفسك بقى اعمل لك اكل ايه؟ اكيد نفسك في اكل. قولي لي وانا اعملها لك على طول. برامج التوك شو ده. بس الواقع بقى حاجه تانية. بقول لك ايه، من هنا ورايح بعد اللي حصل مالكمش اللي انتوا تعيشوا هنا لوحديكم. روحوا عند سلوى وجوزها عيشوا معاهم، او نشوف لها بقى اي جوازه من اي زبال يلم فضايحها. اسكت يا صلاح، انت مالكش دعوه بينا. كفايه انك سايبنا عايشين لوحدنا وانت قاعد في اسكندريه مع الخواجايه بتاعتك من غير جواز. انت فاكر ان انا نايمه على وداني ولا مش دريانه؟ والله بقى انا عايش في اسكندريه عشان شغلي هناك، انا راجل صاحب شركه سياحه، وبعدين الخواجايه اللي بتتكلمي عليها دي بتسلك لي شغلي، بتجيب لي وفود من بره، بيزنس يعني. وانا عايز اعرف مين اللي قالك على موضوع الخواجايه دي. تلاقيها بنتك المعقده العانس الموكوسه المفضوحه. اختك مالهاش دعوه، انا عرفت بالصدفه. انت عايز مني ايه يا صلاح؟ جاي تحكم وتتحكم في اختك العانس المعقده دلوقتي ليه؟ اخلصي يا بت، انت ليك عين تتكلمي؟ واحده غيرك كانت موتت نفسها مش كده؟ انت بتعمل زيهم بالظبط، بتجلدني على ذنب انا ما عملتوش. اخلصي خالص، انت خليتي رقبتي قد السمسمه. حولي للعيله وزمايلي واصحابي في الشغل. وانت كنت فين؟ كنت فين لما ماما كانت لها غيبوبة السكر؟ هو ده كل اللي فارق معاك؟ شكلك واهلك وشغلك ورقبتك اللي بقت قد السمسمه؟ هو ده بس اللي فارق معايا. بقول لك ايه يا صلاح، ارجع مطرح ما كنت. احنا بقى مش عايزينك، مش محتاجينك يا اخي، حرام عليك. ده احنا بقى الناس هنا ما شفناش خلقتك واحنا مع بعض في نفس البلد. اسمع يا اخويا، لو غيران قوي على شرفك روح انتقم من اللي ضيعهولك، ولو رجولتك ناقحه عليك روح شوف مين اللي نزل لاختك الفيديو على اليوتيوب وخد حقك منه، وبدل ما تفش غلك فيا انا روح فش غلك فيهم يا اخي. كتكم القرف.
انت كده كويس؟ ايه؟ في حاجة؟ في حاجة ضيقة عليا ولا مكسمة؟ قولي بس يا ماما، قولي في حاجة؟ يا بنتي، هو انت اول مرة تخرجي؟ وبعدين ايه اللي انت لابساه ده؟ لابسه شتوي؟ يا ماما قولي، في حاجة باينة من جسمي؟ قولي بس يا ماما، أنا مدارية كل حاجة أهو، في حاجة باينة من جسمي بس قولي، كل حاجة مدارياها، قولي بس يا ماما قولي. يا ضنايا يا أنا مدارية كل حاجة أهو. لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش يا أبلة نجاة، ربنا ينتقم من الناس المجرمين اللي أذوك يا بنتي. أنا طالعة أجيب فطر، مش عاوزة حاجة يا بنتي؟ شكرا. ربنا معاكي يا بنتي، ربنا معاكي يا حبيبتي. يا ده فوزيه، نسيت اقول لك على البتنجان. وخليه يزود الفلفل المقلي، هاتي قرنين مقليين. يلا مع السلامه يا دادا. يا اختي العيال خطها يقرف وعايزه ترسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نجاة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا نجاة، يا نجاة، يا حبيبتي، يا حبيبتي يا اختي، والنبي ما حشني عنك غير شديد القوي، هبحكي لك بعدين. ارتاحي، لكن كل يوم يا نجاة كنت بسأل عنك كتير. صحيت يا حبيبتي؟ صحي يا نجاة، يا حبيبتي، يا حبيبتي يا نجاة، يا عالزمن، يا عالزمن يا نجاة. خلاص بقى يا ابله ام علاء، احنا هنقعد نقلب عليها المواجع ونولول ولا ايه؟ طب يا حبيبتي انا بعت اجيب فطار. قومي يا تيحه، قومي يلا علقي لنا على الشاي، وسقط لنا فيه فرعين نعناع كده خضر زي ما نجاة بتحب. يلا. ايه مفيش نعناع؟ لا في يا ابله ام علاء. حاضر. طب يلا يا تيحه، اغلي الميه حلو. يا نجاة عايزه الطم، يا نجاة عايزه الطم. وحشتني قوي المدرسة وريحة أوضة الرسم والألوان. الوان؟ ليكي نفسك تلوني يا نجاة؟ ده انت اصول كنت تيجي لابسه اسود. ومالك يا اختي من التلفته كده؟ فكي نفسك، فكي عن نفسك، فكي كده. انت بتقولي ده بس. يا عالزمن يا نجاة، يا اختي. يا أبلة نجاة، أستاذة المدير عاوزة حضرتك في مكتبها. حاضر يا دادا، روحي انت وهاجي وراكي. يلا إلهي ينصرك يا حبيبتي، منصورة إن شاء الله. ربنا معاكي يا نجاة. خدي يا تيحة. تفتكري يا اختي عايزينها ليه هيطردوها؟ اصلك بردك دي مدرسه فيها بنات ودي سمعه، ده نازل لها فيديوهات ولا انجلينا جولي، ده انا خلصت عليها الباقه. يا سلام، مش دي يا نجاة يا حبيبتي يا نجاة، ودلوقتي تقولي لي خلصت الباقه؟ انا مش عارفه انتوا بتعملوا كده ليه؟ في ايه يا تيحة؟ اجري يا اختي اجري، الشاي غالي، مالك واقفه لي كده زي اللقمه في الزور؟ واحده من دول تمشي تتدلع وتقول الناس عينيها هتتقلع. تعالي يا نجاة. زي ما توقعت بالظبط، وكيل الوزاره ما وافقش على اجازه بدون مرتب، مع اني اتصلت بيه شخصيا وحكيت له كل ظروفك اللي غير ملائمه مع الحياه التعليميه. وللاسف قال لي ان احنا عندنا عجز في كل المدارس في نفس التخصص ده، وصعب جدا يبقى فيه اجازات بدون مرتب. انا اصلا مش عايزه اجازه بدون مرتب. هو ده مش كان طلبك؟ يعني انت مش زعلانه يا نجاة؟ لا مش زعلانه. طب وزمايلك المدرسين
والطلاب لما تيجي تدخل مدرسه ويبتدي العام الدراسي مالهم؟ هتواجههم ازاي؟ مش هتتكسفي منهم؟ على فكره بقول الكلام ده عشانك انت بس. هواجههم كده يا أبلة. بتغطي وشك مني ليه؟ خايفة على نفسك لا تتعدي؟ ما تخافيش، ضحايا التحرش مرضهم مش معدي، انتم اللي امراضكم مستعصية وملهاش حل. مجتمع ملوث وعقيم عمره ما هيتعالج. عن اذنك. طمنيني عليكي يا نجاة، انا زي اختك. انت لسه بنت ولا ولاد الحرام اذوكي الاذيه الكبيره؟ نهارك اسود، ايه اللي انت بتقوليه ده يا ست انت؟ ما تخافيش يا نجاة، ده انا ستر وغطى عليكي، ده انا ام علاء حبيبتك يا بنت. هو انا غريبه يا نجاة؟ انت مين اداكي حق تتدخلي في حاجه زي كده؟ انت اصلا مجرد زميلي، ما تتدخليش في حاجه شخصيه. يا حبيبتي ده انا قصدي اطمن عليكي، يعني مش قصدي حاجه وحشه والله، انا قصدي خير. ده احنا ولايه زي بعض. قلبي واكلني يا تيحه، بقيت عصبيه قوي. امال انت مش عايزاها تبقى عصبيه؟ هو انت ايه؟ ده انت من ساعه ما جت وانت حاطاها في دماغك وانت ما وراكيش غيرها. ما تقومي تشوفي شغلك ولا شوفي وراكي ايه. يا حبيبتي انا قلقانه عليها، والنبي اللسانه بدات تتكلم هنا وانت عارفه الناس وحشه ازاي. وبعدين دي نازل لها فيديوهات على اليوتيوب مالت. ده الناس اللي بتقول يعني مش انا، ده انا سامعه مدرس العربي جيك النهار وهو بيقول انها خرجت من الحادثه دي حبله، والنبي يا رب استرها على ولاينا من الفضيحه. يا حبيبتي يا نجاة يا حبيبتي. قطع لسان اللي يقول على نجاة نص كلمه. يا ناس حرام عليكم، دي كانت نازله تجيب دواء لامها العيانه، يعني كنتوا عايزينها تسيب امها تموت؟ انتوا ايه ما بترحموش؟ عارفه يا حبيبتي عارفه، مش انا اللي بقول، ده الفيديوهات اللي ماليه النت يا اختي. دي بقيت اشهر من ريهام سعيد وفتاه المول. هو انا ليا ذنب كده يعني يا تشحه تاخديني في الرجلين؟ هاخدك في الرجلين وحياة امي اللي هعرف ان هو جاب سيره نجاة بنص كلمه لكن ماسحه بيه الارض وكاتبه فيه شكوى وموديها الوزاره. مالك يا اختي داخله حاميه علينا ليه كده؟ ما انت قادره وباكسه زيها ووشك مكشوف ورد سجون. جرى ايه يا بنت؟ يا اختي الخيبه حتى والباب مفتوح، سدي اوامر ريحتها تفوح. ايه اللي بتقوليه ده؟ انت شو تقولي مربيه فضيله؟ انت كبيره كده بياعه جرجير. قصتك دي يا اختي نار على زيت حار. اجري كده اجري يا بنت. بس بقى كفايه حرام عليكم. انتوا عايزين مني ايه؟ كفايه اسكتوا، انا مش عايزه اسمع. الحقيقه يا اختي حصليها لا تعمل في نفسها حاجه. يلا يا تيحه. نجاة يا مصيبتي، البنت هتتبلى عليا انا رخره. صحيح قادره وفجره تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. يا شماتة مدرسين العربي فينا، جاتكوا عقربه لما تلدعكوا في قلوبكم. ادي اخر اللي تعمل خير في المدرسه دي. تعالي يا غلبانه يا طيبه يا اميره، تعالي خد لك سندوتش. تلاقيكي هفتانه دلوقتي يا نجاة. خدي حبيبتي. حقك عليا يا نجاة، ما تزعليش مني يا اختي، ما تزعليش مني، انت زي اختي الكبيره. انا بس يعني قلبي عليكي، انا عاوزاكي ترجعي كده ورده مفتحه زي زمان. ارجع زي زمان؟ يا ريت يا اختي. يقطعني صحيح، هو اللي اتكسر يتصلح. انا نفسي يا نجاة كده تترمي في حضني وتفضفضي وتعيطي ونلطم سوا قبل ما جحا ما تيجي. قولي لي يا اختي هما كانوا كام نفر؟ لان يعني الفيديو مش مبين قوي. ممكن تتكتمي بقى وتنقطيني بسكاتك؟ انت مالك ومالي؟ بقول لك يا ست انت تعتبريني مش موجوده خالص، ما تتكلميش معايا تاني. احسن يا اختي، وفرتي طاقه. وبعدين يعني انت المدرسه كلها اصلا عارفه اخبارك. وادي السندوتش واضح ان نفسك مسدوده. قومي. كم نفر يا نجاة؟
تمام مفيش حاجه خالص. ايه؟ في اي كدمات في جسمك؟ يعني لسه فاضل حاجات بسيطة. والحمد لله الجرح اتحسن كتير. يعني خلاص يا دكتور مش هتاخد مسكنات تاني؟ لا مش تحتاج مسكنات، هكتب لها بس حاجه خفيفه كده وقت اللزوم. وده رقم الشخصي، وده رقم والدتي. دكتورة شيرين، طبيبة نفسية. يعني لو حسيت ان انت محتاجة تتكلم مع حد هترتاح معاها قوي على فكرة. اتفضلي اتفضلي خلاص. حاجة معاه ابعت شيء. انتي قومي فاتي. ايه اللي انت فيه ده؟ بتحاربي وانت نايمه؟ انتوا اللي فرضتوا عليا الحرب دي. انتوا فرضتوا عليا الحرب دي؟ ماشي يا فليسوفة عصرك، عايزك في كلمتين طص وشك بشويه ميه وحصليني. لحافين في عز الحر، انت بقيتي هبه خالص، داخله على جنان رسمي. ربنا يهديك ويحنن قلبك عليا. ايه بقى؟ عايزين نخلص من مواضيعك دي بسرعة، أنا مش فاضلكم. ماما قالت لي إن مدحت متقدم لك وعايز يتجوزك، وأنت رافضة. رافضة ليه يا أختي؟ بتتنكي على إيه؟ اللي زيك يا إما هيتجوز راجل أرمل، يا راجل عنده عيال، يا مش راجل من أساسه. وبعدين مدحت مطلق، أنت تطولي، ما تخلصينا بقى. هو أنا عن نفسي يا بنتي هجهزك من مجاميعه، وهعمل لك مصروف شهري طول ما انا عايشه. ما انت طبعا هتتحرمي من معاش ابوكي. والراجل في رقبته كوم عيال بيصرف عليهم، وعشان يفتح بيت جديد هيبقى في اضيق الحدود. خلصينا بقى يا بنت، انا بكلم امي ما تردي. بقول لك يا صلاح، الاسم طالبني عشان اتعرف على المتحرشين، وانا عايزاك تيجي معايا. لا اله الا الله، انا بكلمك في جواز تقولي لي اسم متحرشين؟ يا بنتي بقى عيشي حياتك، انسي الحكومه هتجيب لك حقك وخلاص خلصنا. بس انا عايزه اروح اتعرف عليهم، يمكن اخلي واحد فيهم يتجوزني. مش هم اولى برضو؟ عجبتك الفكره مش كده؟ هم أولى صح؟ على الأقل هم شافوني وقلعوني ومسكوا جسمي، فيبقى واحد فيهم أولى إنه يتجوزني. ما أنا على رأيك ماليش أي فرصة بالاختيار. عندك حق، أنا هتجوز السحلية.
الترابيزه بتاعتنا كلنا ما فيهاش حاجه. يا سيدي يا سيدي على التفانين. لا يا نجاة شكلك يعني داخله فنون جميله عن موهبه، مش هدفك التنسيق زينا. ايه اللي بترسميه ده؟ اخيه ده فار. ليه كده يا نجاة؟ ده بدل ما ترسمي لك جيك رومي بطه بلدي بتنجانيه رومي، ترسمي فار ليه؟ ده خساره فيه الالوان. خلي بالك ده مش اي فار، ده فار سعران. يا اخيه ذوقك وحش قوي. امال فين اللي تنشك في معامعها صاحبتك تيحه؟ ما جاتش ليه مأجزه بقى ولا ايه؟ وبعدين معاكي بقى يا ست انتي، هو انا مش قلت لك ما تتكلميش معايا اصلا؟ ايه الحشريه اللي انت فيها دي؟ لا تصدقي ان انا اللي غلطانه اصلا ان انا قاعده معاكي. انا هسيبك قاعده كده مع الفيران. شكلك ولا فنون جميله ولا حاجه، ده انت اخرك معهد زنجر. طب امشي امشي من هنا يلا. ماشي يا اختي، اما اقوم الم قسط الجمعيه قبل ما يصرفوا القبض. قبل مديحه قبل مديحه. اهلا، ازيك يا استاذ مدحت؟ صباح الفل. صباح الخير. واضح ان انت مستعجله، ده انا واقف مستنيكي بقالي ساعه. مستنيني انا فعلا مستعجله قوي. معلش اصل انا اتاخرت فعلا، لازم ادخل. فرصه اعطلك بقى شويه. تعطلني انا؟ طب ليه؟ كنا عايزين ندردش مع بعض. ندردش في ايه؟ تحت امرك. لا مش هينفع هنا قدام المدرسه والاطفال وجرس الفسحه ضرب والعمده قاعد بيراقبنا، مش هينفع. ما تيجي اخدك على القهوه نقعد نضرب مع بعض كوبايتين عصير. على القهوه؟ انا وحضرتك عصير؟ ايه ده؟ لا انت فهمتي ايه، مش عصير علب، ده فريش. فريش ايه وقهوه ايه وعصير ايه اللي انت بتقول عليه ده؟ انا ما بخرجش مع حد ما اعرفوش. ايه البلاوي دي؟ وسع بس وسع. اذنك معاكي يا قبلتي. خساره دي كانت عجباني. ده كان عصير مانجا على فكره. يا شكلها زعلت ولا ايه؟ ما اعتقدش، تقريبا عامله دايت الست دي، مش كده؟ السلام عليكم. حاضر يا ماما، وحياتك عندي هحاول، بس ورحمة بابا ما تضغطي عليا أكتر من كده. ماشي يا حبيبتي، ما تخافيش عليا. سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. صباح الخير يا نكر. صباح النور يا حبيبتي، مالك متعصبة كده ليه؟ مفيش حاجه، سلامتك. لا بجد قولي لي مالك، فيكي حاجة؟ ابدا، ماما بس كانت تعبانه شويه قبل ما انزل، هي اللي اخرتني. ألف سلامة عليها. طب إيه اللي جابك؟ كنت كلميني وأنا أمضيلك. يلا حصل خير، ما نزلتش لما اطمنت عليها. طب الحمد لله. كتك القرف. ايه ده؟ مين ده؟ مدحت ابن خالتي. وعايز منك ايه؟ بيزني يا ستي عشان انزل اقابله بعد المدرسه. طب ايه المشكله يا نجاة؟ ما تنزلي يمكن. مش قادره، تقيل على قلبي جدا، بس هعمل ايه بقى؟ ماما بتزن وصلاح بيضغط وانا عيني مكسوره، مفيش قدامي اختيارات، لا ينفع اقول اه ولا ينفع اقول لا. ما تقوليش على نفسك كده، معاش ولا كان اللي يكسرك، بس عايزه رايي انا بصراحه شايفاه احسن من الغريب، او على الاقل ابن خالتك. اهو ابن خالتي ده بالذات لو اتجوزته هتطلق منه بعد ساعه. انا مش قادره اقول لك اضغطي على نفسك، بس كمان بقول لك فكري، لعل وعسى. على فكره ان شاء الله ربنا هيرزقك بابن الحلال اللي يريح قلبك عشان انت تستاهلي كل خير. ربنا يعمل اللي فيه الخير بقى. ايه بتضحك على ايه؟ انت على طول كده في الشتك عايمه. معلش يا نوجة سامحيني، انا ما اقدرش اشوف كوميديا بالشكل ده واسكت يعني. كوميديا ايه؟ لعلمك بقى لولا مديحه ما كنتش اصلا اقتنعت ولا اتنيلت ان انا اتجوزك. ما هي الكوميديا في مديحه صاحبتك دي، اصل مديحه صاحبتك دي عينها مني وبتعاكسني. انت بتقول ايه؟ مديحه صاحبتي انا بتعاكسك انت؟ وما تعاكسنيش ليه؟ انا من اشيك 3 رجال في عزبه النخل. اصلها جت عندنا الشركه وعملت نفسها قال يعني بتدور على شغل، لكن انا هارش حركات الحريم دي. على خيبه ايه؟ ايه؟ قصدي يعني انت واحد مطلق وفي رقبتك 3 عيال، اللي زي مديحه تشوف لها واحد خالي مش خارج بيت. ويعني الخالي اللي مش خارج بيت ده هيقدر يفتح بيت زيي؟ طب اشرب احسن ونقطنا بسكاتك، اشرب. احسن. شربت السم يا شيخ. الله فيها يا كابتن، انت عمال تبص علينا ليه من الصبح؟ الله، شايف مشاهير قاعدين قدامك؟ دي حاجه غريبه قوي. هتفضحنا انت، ايه عمال تجر في شكل الناس؟ هو عمال يبص. انسه نجاة؟ حضرتك تعرفيني؟
مش حضرتك اللي كنتي في فيديو التحرش؟ أنا مدام سارة، رئيسة جمعية مصر ضد التحرش. يشرفنا يا أنسة نجاة إنك تكوني عضو معانا في الجمعية. معلش أنا آسفة، اعفيني، أنا ماليش في جو الجمعيات والحاجات دي خالص. ما ترفضيش من غير ما تفكري. هديكي لينك الجمعية بتاعتنا على الفيسبوك، خشي على الصفحة وشوفي الأنشطة اللي احنا بنقوم بيها والمساعدات اللي احنا بنقدمها لستات كتير جدا. أكيد هتغيري رأيك. وجودك معانا هيفرق كتير جدا يا أنسة نجاة. أنا عاوزة أتصور معاكي، ممكن تصورنا؟ اصوركوا؟ ليه، هي نجاة بنت خالتي بقت نجمة ولا ايه؟ طبعا احنا كلنا في الجمعية فخورات بأنسة نجاة، وكل ستات مصر لازم يكونوا فخورات بيها. هو حضرتك جوزها؟ احتمال. طيب ممكن تصورني معاها؟ صورك ده ايه؟ انا ما كنتش اعرف ان انت مفضوحة بالشكل دوت. ليه يفضحك انت يا بعيد؟ لا نجاة، انت حلوة عليكي قوي ان انت تبقي بنت خالتي وبس، لكن انا ما اقدرش ابقى فرجة للي رايح واللي جاي. ده كده جرس، ده انت جرستينا. ده ايه الجرس والفضايح دي يا رب؟ ايه الجرس والفضايح دي؟ يبقى حاسبة على العصير. ايه الفضايح والجرس دي يا رب؟ أنا آسفة يا أنسة نجاة، أنا آسفة يا أنسة نجاة لو كنت سببت لك أي مشكلة. مشكلة ايه بس؟ ده انت حلتي لي اكبر مشكلة، خلصتيني من اشيك راجل في عزبة النخل. ممكن آخد رقم موبايلك؟ الناس كلها ضدي يا دكتور، حتى مدحت اللي عصرت على نفسي شوية ليمون وقلت هو ضل سحلية ولا ضل حيطة مش عايز يتمم الجوازة. عايزه اقول لك ان كده احسن. انت ما كنتيش هتبقي سعيده معاه. ما انا عارفة، بس قولي كده بقى لماما واخويا صلاح. انت لسه فيرجن بعد الحادثه؟ قولي لي ايه التعويره اللي في وشك دي؟ منهم لله الحيوانات، كلاب. واحد منهم وانا بحاول ازقه كده واقومه راح مطلع المطوه ومعورني في وشي. انت رحتي اتعرفتي على المجرمين دول في اسم الشرطه؟ انا كان نفسي جدا، بس صلاح اخويا مرضيش يجي معايا بقى، الله يسامحه. طب قولي لي، الحلم اللي حكيتيهولي ده لسه بيتكرر كتير؟ يعني في الأول كان كل يوم، بعد كده بقى بيجي كل 3 أيام، بس خلاص الحمد لله دلوقتي بقى لي أسبوع ما شفتوش. كويس قوي. طب ولوحة الفيران اللي كنتي بترسميها خلصت؟ رسمت 3 لوحات مختلفين، بس مش حاسة نفسي دلوقتي عايزة أكملها، بس مش شايفة نفسي عايزة أرسم تاني، خلاص ما بقتش عايزة. عايزة أقولك يا نجاة إنك من حسن حظك إنك فنانة. أيوة، ما هو الرسم ده بيساعد زي الأحلام بالظبط في التعبير عن العقل الباطن، إذا كان خوف أو ملل أو ألم. يعني إيه؟ أنت إنسانة قوية ونفسيتك كويسة، صحيح مش بجاملك، بالرغم من إن التجربة اللي مريتي بيها دي قاسية جدا، بس كمان الناس اللي حواليكي كانوا أكتر قسوة. عارفة يا دكتورة، أنا طول حياتي بعاني من الناس، قبل الحادثة وبعدها. المعاناة طبيعة الحياة. أيوة، أنت مش محتاجة طبيب نفسي عشان يعالجك، اللي حواليكي هما اللي محتاجين يتعالجوا. صدقيني، أنا عايزاكي تعيشي زي ما تحبي،
لا تاخدي بالك من كلام الناس ولا من نظراتهم، لانك ما عملتيش حاجه غلط. انا متشكره قوي يا دكتور. شكرا ليكي حبيبتي. طب هو انا ينفع اجي تاني لحضرتك امتى؟ في الوقت اللي تحسي انك عايزه تيجي تعالي على طول. نجاة، أنا مش بطلب منك تنسي التجربة اللي أنت مريتي بيها، لأن أنا عارف قد إيه كانت تجربة صعبة وقاسية عليكي، ولا عايزك تنسيها لأن أنا عارف إنها مستحيل تتنسي بسهولة، بس أنا بطلب منك على الأقل ترميها ورا ظهرك ونبص للمستقبل سوا أنا وأنت. انا مش مصدقه نفسي اصلا ان انا بسمع كلام زي ده، ولا مصدقه ان لسه في ناس بتفكر زيك كده وعندها القدره على التمييز بين الجاني والضحيه، بعيد عن نظره المجتمع المشوش اللي احنا عايشين فيه ده. لسه يا نجاة في ناس بتفهم وبتحس وبتقدر. انا مش عارفه من غيرك يا دكتور وليد ولا من غير الدكتوره شيرين كان زماني عامله ازاي. انا كان زماني مت. بعد الشر عليك يا نجاة، أنت بس عشان طيبة وبنت حلال يعني ربنا بيوقف لك في طريقك الناس اللي طيبين شبهك. طيبين زيي؟ بتشكر في نفسك يعني. ماشي، انا هعديها لك المره دي عشان حقك بصراحه. طب الحمد لله، ما دام حقي بقى ده يشجعني ان انا اكلمك في الموضوع اللي فتحتك فيه قبل كده. الموضوع ايه؟ تاني يا ستي، عايزه اجي اتقدم لك واقابل اخوكي ومامتك. موافقه طبعا، وانا هلاقي زيك بادبك واخلاقك ورجولتك دي. وانا كمان والله. حضرتك انسه نجاة مش كده؟ انا ممكن نتصور مع حضرتك؟ احنا شفنا حكايتك وبندعي ربنا يقف معاكي. تتصوروا معايا انا؟ ايه المشكله؟ قوي قوي، اتفضلوا. انا كمان هصوركم، يلا اضحكوا بقى. حلوه قوي، اتفضلي. ثانيه واحده، ممكن بقى تصوروني معاها؟ انا خاطبها على فكره. اتفضل. شكرا. يا سلوى يا حبيبتي، نجاة دي اختك الوحيده اللي مالكيش غيرها. طب لو انت ما وقفتيش جنبها مين اللي هيقف جنبها؟ ما كفايه عليها القهره واللي الناس عاملينه فيها. انت مش فاهمه يا مديحه، انا غلبت مع جوزي، غلبت وتعبت معاه على الاخر، بس هعمل له ايه؟ حلف عليا ان رجليها ما تخشش حتى عتبه البيت. والله تعبت يا مديحه، ما عارفه اعمل ايه، يعني اخرب على نفسي؟ بس انا يا ماما عايزه خالته تيجي تقعد عندنا. وبعدين يا زينه، هو انا ناقصاكي يا بنتي؟ احنا قلنا ايه؟ ما نتدخلش في كلام الكبار. يلا يلا قومي روحي اقعدي العبي في اوضتك. يلا يلا حبيبتي اجري. اسمعيني يا سلوى، عارفه انت ونجاة مش بس صحابي، ده انتوا اكتر من اخواتي، واللي فيه نجاة مقطع قلبي. ما ينفعش يا حبيبتي، ما ينفعش تسيبيها لوحدها كده. وبعدين انت لازم تتكلمي مع جوزك، مش هينفع السلبيه اللي انت فيها دي، لازم تفهميه ان دي صله رحم وما ينفعش تقطعيها. يا غلبياني يما يا حبيبتي، انا اعمل ايه بس؟ انت مش عارفه ايه اللي حصل. اتكلمت معاه لما لساني اتدلدل، قال لي لا دي فضيحه وفضيحه كبيره والدنيا كلها عرفت، وانا عندي بنت وعايزه اربيها. يعني اعمل ايه بس يا مديحه؟ مش عارفه اعمل حاجه يا حبيبتي والله. ايه اللي فضيحه دي؟ ما انت عارفه ان هي ملهاش ذنب، هي كانت عملت ايه يعني؟ عارفه يا مديحه، والله عارفه ان هي ملهاش ذنب، بس اعمل ايه غصب عني؟ اعذريني. اعذرك ايه بس؟ طيب على الاقل يعني اسالي عليها حتى بالتليفون. لا انا هروح لها، هروح عند ماما واحاول اطمن عليها ان شاء الله. ربنا معاكي يا نجاة يا رب. يا بنتي يا تيحه، انا عايزاكي تطقطقي كده وتتودكي وتفتحي عينيكي. البنات عماله تتخطب وانت قاعده في قرابيزنا. انا عارفه انك لايفه على مدرسين المدرسه كلهم وبترسمي عليهم. المدرسين اشتكوا يا مديحه، اشتكوا لي كلهم. انت بس محتاجه تنقري صح. عندك مستر عطيه هو لسه مطلق صحيح، يعني مراته رافعه عليه قضيه نفقه وهتحبسه بالقايمه، انما عنده شقه في صفت تشرح القلب الحزين. تمدي رجلك كده يا بنتي تبقي على المزلقان.
مستر عطيه ايه ده اللي انا ابص له؟ لوفي عليك يا بنت، ركزي معاه. لا طبعا مش هبص لمستر عطيه ولا غير مستر عطيه، انت ازاي مش واخده بالك؟ ده ايه كله طلع لك في صباعك ده ولا ايه؟ لا دي دبله الخطوبه، انا اصلا مخطوبه بقالي شهرين. اخص عليك يا بنت، انت لاقيه موسوده من جوه، مخبيه عني كل ده. انا ما بخبيش عنك الهوا. ايوه ما انت ما كنتيش مركزه معايا عشان كنت مركزه مع نجاة وكانت عماله تنكدي عليها. يا نجاة يا اختي، علامه الخطوبه. الف مبروك يا الف روح مبروك قلبي، يا ربنا يدوم حبيبتي. لك بخير. فرحت لك يا نجاة. انا عارفه انك مش هتصدقي بس انت غاليه عليا قوي. هحاول اصدقك. وعلى كده بقى يا نجاة، عريسك عارف الاذيه اللي اتاذيتيها؟ او النبي يا اختي واتفرج على كل فيديوهاتي. ده على كده ابن اصول، اوعي تسيبيه يقفشي فيه بايدك واسنانك. الله صحيح يا اختي، هو دكتور لحسن اختك الروماتيزم مبهدلها وقالوا لي اجيب ركب يعني، وانت عارفه دوا العظم غالي. بصراحه يا ابله ام علاء هو ملوش في الروماتيزمات خالص. ايه يبقى اكيد دكتور رمد. اكيد رمد، ما هو ما بيشوفش. اسكتي يا اختي والنبي، عيني وجعاني كده ومعرفش باجي بالليل واقعد اشوف حاجات سودا وبيضه ماشيه كده في الجو. هو دلوقتي اتخصص في امراض الشيخوخه، تحبي تروحي له؟ لا يا اختي ما يلزمنيش شيخوخه ايه، بس ممكن ابعت له خالي. عيني فجاه يا اختي، ما تفهميش، السكر عالي، السكر ويتش، السكر غلي. الامراض شيخوخه. قال ده انا اصغر منكم انتوا الجوز ب5 سنين، انتوا مش دفعتي اساسا. الواد علاء يا اختي عنده انيميا ومحتاج سكريات، لان ايه داخل على امتحانات بقى. كل سنه وانت طيبه. لا بس يا حبيبتي لا دي تنفعك في الجهاز. ايوه كده يا اختي، يضحكوا محدش واخد منها حاجه. احنا ممكن نوصل صوتنا واهدافنا للمجتمع كله عن طريق وسائل الاعلام. القنوات الفضائيه والانترنت دلوقتي هم اسهل وسيله للوصول للناس في البيوت. هنعمل حمله اعلاميه كبيره تتذاع على كل القنوات الفضائيه، هنطالب فيها الحكومه بتغيير القانون وتغليظ عقوبه التحرش علشان توصل للاعدام. هنطالب بتغيير ثقافه المجتمع كله وتغيير النظره المتدنيه لضحايا الاغتصاب والتحرش. هنطالب الناس ونوعيهم ان هم يربوا ولادهم في البيوت قبل ما ينزلوا الشوارع ويتحرشوا بالبنات. وهيكون شعار حملتنا على اسم جمعيتنا مصر ضد التحرش. ودلوقتي مع كلمة للعضوة الجديدة في الجمعية اللي مشرفانا ومنورانا، نجاة. أنا طول الوقت بفكر، هما المتحرشين دول ضحايا ولا مجرمين ولا الاتنين سوا؟ بس هما أكيد ضحايا، ضحايا ثقافة متخلفة متوارثة من جيل لجيل. ثقافة بتقول إن هي دي الرجولة، ثقافة عنف ضد المرأة، ضد نص المجتمع. والثقافة دي لازم تتغير، بس إمتى وإزاي إحنا اللي لازم نقرر ده. أنا عارفة ومتأكدة إن في بنات وستات وللأسف أطفال زي كتير قوي بيمروا بنفس المحنة اللي أنا بمر بيها، بس هما مش قادرين يتكلموا، وده أصعب مني بكتير جدا. بس أنا الحمد لله ربنا ساندني ووقف ناس جنبي عشان تخرجني من المحنة اللي أنا فيها، مش بس على المستوى الطبي، على المستوى الإنساني. قبلهم كانت الدنيا سودة في وشي، كنت عايزة أرمي نفسي لأي حد المهم يسترني وخلاص، وكأني عاملة العفة اللي ربنا كان مديهاني وسلبوها مني بالعافية بقت بالنسبة لي دلوقتي قرار، مش مجرد وجود غشاء من عدم. القتل أرحم بكتير قوي من شعور كسرة النفس أو إحساس بالعار على ذنب أنا ما عملتوش. والسبب في كل ده إعلام قاعد بيضلل وبيطبل طول الوقت، وفن بيقدم أفكار ملوثة للشباب، ورجال دين بيفسروا نص الدين غلط، بيفسروه على حسب أهوائهم الشخصية، بيرسخوا في عقول الشباب إن البنت مجرد سلعة رخيصة ومخلوقة للمتعة وبس. أي حد من حقه ينتهك إنسانيتها عشان مش شرفه، ما تخصهوش، لكن اللي تخصه بقى مراته أو بنته أو أخته لأ، هي دي الشريفة. بس عشان هو غبي مش عارف إن داين تدان، زي ما بتعمل في بنات الناس هيجي اللي يعمل في أهل بيتك. بس هما للأسف ضعفة
مش هيقدروا يتكلموا. الرحمة انعدمت من قلوبنا للأسف، إلا نضرة بس عشان ما نبقاش ظالمين. احنا للأسف طول الوقت بنقول إن احنا مجتمع متدين بطبعه، بس دي مش الحقيقة. احنا متدينين من بره بس. ربوا ولادكم صح، ربوا ولادكم على الدين الصح اللي هو مش بس صلاة وصوم. الدين معاملة وأخلاق. يا ساتر يا رب. شهلي يا نجاة، وليد زمانه جاي. خلاص يا ماما، خلصت كل الاكل، مش فاضل بس غير السلطه وكله يبقى جاهز وتمام. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه في ايه؟ عروسه صغيره زي القمر قتلت الواد صبي النقاش لانه اعتدى عليها في الشقه اللي كانت هتتجوز فيها. حسبي الله ونعم الوكيل. هي كده هو واحد من اللي اعتدوا عليا يا ماما، هو وبرضه على اليوتيوب، برضه على اليوتيوب برضه. حسبي الله ونعم الوكيل. انت المنتقم الجبار، ما بتسيبش حق حد ابدا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم.